أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا في صحة وخير وعافية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جيتكم اليوم فيديو جديد وبوصفة جديدة، بروسيت جديدة، بهكا فكرة جديدة باش نعملها مع بعضنا. صحيين كما تشوفوا هكاكا تبيق فيه كل شيء، متنوش من كل شيء. يعمل الكيف هكا يشهي ويشره وخفيف، ما في حد شيء سهل في الطياب بتاعه. معناها ما في حد شيء. تبعوا بعضنا الوصفة مع بعضنا وتشوفوا المقادير. نحتاجوا لهنا شويه لحم علوش، ناخذ شويه قرفه، زعتر وكليل، شويه ملح، شويه كركم، شويه فلفل اكحل، وبطبيعه الحال شويه زيت زيتونه. نغسلوا بالباهي اللحم بتاعنا ونخليوه يستقطر في عقله. ونجيو توا لهنا ناخذ كسرونه، نحطوا فيها شويه ماء يغلي، ونخليوه يزيد يغلي شويه يبقبق بالباهي. وبعدين نجيبوا لهنا الكسرونه نتاعنا باش نحطوا فيها زيت زيتونه باش نفوحوا الماء هذايا رانا باش نغليو فيه اللحم لين يطيب بشتر طياب. ناقص جوست نتاع نصيف ساعة الأخرانية وبرا، معناها حكاية ساعة وربع وساعة ونص يطيب. نخليه جوست نصيف ساعة وبرا باش نحطوه في الفور وكهو. المهم الماء هذايا قلت لكم عليه باش نفوحوه بالباهي خاطر باش نغليو فيه اللحم. وبعتلي الماء نتاعو هو نفسه باش نعملوا فيه الرز. هو ديجا يبدا بكله فيحة نتاع العلوش وكل قوة وكل شيء، وديجا مشخشخينه واحنا بالفيحة. حطينا فيه كيلو زعتر، زيت زيتونة، شوية ملح، شوية كركم، شوية فلفل أكحل، وشوية بالكل قرفة. هذيك شطر عصا متاع قرفة كهو فيه البركة، ما يستحقش أكثر. لهنا سي بون، بعد ساعة وربع هكاكا من الطياب شوفوا كيفاش ديجا الماء خفير ومعناها ولا هكا، حتى الكونتيتي نتاعو نقصت، واللحم نتاعنا سي بون تقرص بالباهي. مازالت حكاية نصيف ساعة ويطيب وكهو. نجيو توا لهنا نحيو اللحم نتاعنا مكسوس هذيكا باش نجي نفوحوه. كليل وزعتر مرحية، شوية تابل، وشوية كروية، وشوية كركم، وشويه فلفل مهروش. الفلفل المهروش اني ديما لازم موجوده، معناها شويه كتوسويزه وكل شيء. تنجموا تعملوه بلاش فلفل مهروش، معناها جست تحطوا له كركم وبرا يجيكم اسعر وكهو. المهم لهنا هيك باش ناخذوا زيت زيتونه مش برشا، ديجا هو معناها طايب في زيت زيتونه وكل شيء. وديما اللحم العلوش ما يستحقش برشا زيت زيتونه. شويه ملح بطبيعه الحال، شويه بالكل. ديجا الماء اللي غلينا فيه راهو مالح ومريقل وامور واضحه، ديجا اللحم فاوح. وهذاك الماء اللي غلينا فيه شوفوا كيف نوى ديجا بكله اكل فيحة متاع اللحم، ومعناها فيه كي تختوخ هكا وكل شيء. هو ما فيش لا بصل لا حتى شيء، راهو الماء هذاك كيما وريتكم ما فيش حتى شيء، جست كليل وزعتر وكركم وفلفل اكحل وملح، شويه زيت زيتونه، وكل شويه عود قرنفل هذاك، عود قرفه. ولهني باش نجيو الخليط نتاعنا باش نحطوا له كعيبه بصل هكا قصيناها طروف كيما نعرفوا اللحم العلوش راه يحب برشا البصل. كان عندكم لحم بقري تعوضوا البصل بالثوم، تحطوا راس ثوم مرحي، وكهو نفس الحكارات ونفس الحوارات ونفس الفيحة. جست البصل نعوضوه بالثوم هكا كي تبدا لحم بقري مش لحم علوش. باقي لهنا هيك سي بون. زدتوا شويه ماك الماء هذاك اللي غلينا فيه. في عوض باش نحطوا ماء، نحطوا الماء هذاك المغلي فيه ديجا القوم نتاعو بنينه، ويزيد يعزلنا اكثر النكهه نتاع اللحم، ويزيد يعطي معناها هيك القول بنينه القويه نتاع اللحم. كاو لهنا ناخذ بابي كويسون هذاك راني طيبت فيه قبل، معناها وصفه يظهر لي عملت مع عليه الخبز وقتها، كان معناها ما خانتنيش الذاكره. المهم اني راني كي تبدا هكا طيبت في ورقه وكل شيء وقعدت لي نظيفه ما فيهاش معناها ديتاش ولا ما فيهاش حاجه، راني نخليها نستحفظ عليها من لوحاش. هيك علاش راهو الكولور نتاع الورقه هكاك، ما تقولوش بها هكاك، راهو اني هذاك كولور طيبت عليه خبز وقتها يظهر لي كيما قلت لكم واستحفظت به. المهم ناخذ بابي كويسون، ناخذ الحبه نتاعنا نحطوا فيها الفيحه اللي فوحنا بها بالباهي، وما نزيدوش حتى شيء لا ماء لا حتى شيء. ديجا راهو البصل هذاك باش يقر الماء نتاعو باش يطلع الماء باش يعطينا شويه جو هكا في اللحمه نتاعنا ياسر بنين، ومن الداخل تبدا اللحمه طريه ماهيش يابسه كله شايحه. المهم البصل هذاك هذيك الحاجه اللي يعملها في اللحمه يطرها هكا من الداخل ويخليها طريه ماهيش يابسه. كيما نشوفوا هكا نفوحوا اللحمه من القدام ومن التالي بالباهي ونحاولوا معناها في الجنبات الكل نحطوا فيها الفيحه. ولهنا البطاطا جوست نحطوا لها شويه برمك الفيحه هذيك باش تاخذ كل ملوحيه واش تاخذ كل توزويزه وكل بنه نتاع الكرويه والتابل وكهو.
هذاك هو كيما وريتكم، نعملوا هكا كيما القريص الصغير كي القرطاس الصغير، نلموا الحامة متاعنا، ما نخليوهاش بطبيعة الحال ما نخليوهاش تمس جملة البابي ألومنيوم. ديما نلفّها بالباهي بالبابي ألوف كويسون، وبعد تالي نعاودوا نلفّها مرة أخرى بالبابي ألومنيوم. لهني جينا باش نبداو نطيبوا في الرز متاعنا. الرز متاعنا باش نزينوه بكعبات فاكهة اللي متوفر عندكم، لوز، بوفريوة، فستق، زوزة، أكاجو اللي تحبوا نتوما. أنا لهنا عندي شوية فستق وشوية زوزة، شوية فستق وشوية بوفريوة وشوية لوز. ناخذوا هكاك شوية زيت، من المستحسن راهو يكون زيت زيت عبيدة مش زيت زيتونة. هو راهو أني طيب بزيت زيتونة، هذاك زيت زيتونة، ما عنديش زيت عبيدة. حطيت زيت زيتونة، أما هو القوم نتاعو باش تبدا هكا أخف وكل. ماذا بينا ناخذه بالزيت عبيدة خير، وأون بليس راهو زيت زيتونة ما لازموش يتقلى. معناها ديما نبعدوا شوية على حكاية تقلية نتاع زيت زيتونة، تولي المضار نتاعو أكثر. جوست إحنا كيما تشوفوا هكا راني ديجا مانيش مسرعة في الفيديو، وريتكم الفيديو كيما هو معناها في المرحلة هذه في اللقطة هذه. حطيت شوية زيت زيتونة دوبلاش ما غلي شوية، معناها دوبلاش ما بدا يتشتش شوية، ونخرج الفاكهة. ردوا بالكم راهو الفاكهة في المرحلة هذه تغلبكم وتنجم تتحرق معناها، وتعطي قوم تاع مرارة بعتالي. نخرجوا الفاكهة متاعنا في نفس الزيت هذاك. خذيت اني كاس هكاكا روز. كاس الروز هذاك نظفته وغسلته بالباهي، غسلته مرتين ولا 3 مرات في الماء، ونحيت له النشا نتاعو وخليته يستقطر في عقل عقله. حكاية درجة ربع ساعة حتى لين يولي شايح كومبليتمون من الماء. ولهناك نجيو نقليوه في الزيت. المرحلة هذه راهي مهمة برشا باش الرز نتاعنا ما يطلعش معجن، ما يطلعش ملبس مبلبس وكل شيء، وان بلوس ما يقعدش يابس ومعناه يبدا طري من الداخل. كيفاش نعملوا نقليو الروز الروز كي نقليوه راهو النشا نتاعو يشيح كومبليتمون، يولي ما عادش فيه نشا جمله، والكعبه تيباس وتشد روحها تتكبس باش نبعثها لي كي تغلي في الماء. باللي باش تعملها معناها باذن الله ما تتحلش وما تتفردش وكل شيء، وان بليس ما تبداش مبلبزه معناها ما تبداش لاصقه في بعضها. المهم هذيك هي المرحلة كيما قلت لكم، نقليو الرز بالباهي ما نخردوا بالنا نخليوش يتحرق وكل. ولهني نجيو نضيفوا اكل ماء هذاك اللي غلينا فيه اللحم كيما قلت لكم بكري ما نلوحوش. زدتوا كاس اخر ماء عادي معناها ماء نورمال، وجست كاس اخر خاطر هو ديجا عاقد برشا والماء هذاك مش باش يكفيني. صفيتوا ديجا الماء هذاك نتاع اللحم، ما هو فيه ماك الفحات الكليكيه وكل. ما نخليوش يبكل، خاطر اني حطيت الكليل والزعتر حطيتهم ماهمش مرحيين، حطيتهم كعب كيما وريتكم. دونك جست صفيت وحطيت كاس روز وعليه زوز كيسات ناك الماء هذاك. هكا هو نقصوا على الاخر في التمبيراتور نتاع الغاز، وخليوه يغلي في عقل عقله حكايه دريجه ربع ساعه، ونلقاوه ما شاء الله الروز كعبه كعبه. وهكا هو نغطيو عليه وقت اللي نحتاجوه نجبدوه باش بعد نعملوا الدريساج نتاع البلان نتاعنا. باهي لهنا هيك شوفوا ما شاء الله اللحم نتاعنا كيما قلت لكم راني ما زدتوش حتى نكته ماء، ما زدتش فيه حتى شيء، جست الفيحه هذيك اللي فوحناها وحطينا فيها شويه، زدناها شويه بصل. البصل هو اللي باش يعطي اكل شويه الجو هذيك وشويه الصوص البنينه هذيك. ديجا شوفوا ما شاء الله المنظر بركه معناها يحكي وحده. أكا هو هذيك هي زاد اللحمات نتاعنا ساي طابو. الطاجين هذاك في الفور ديجا ساي زاد طابو. ولهنا هيك كانت تفكروا مع بعضنا عملنا وقتها في تحضيرات رمضان بريك الدانوني على في 3 حشوات. عملت معاكم بريك الدانوني بالدجاج، وبريك الدانوني بالحم المفروم، وبريك الدانوني النورمال بالتن. هذايا بريك الدانوني نتاعنا بالتن. شوفوا ما شاء الله شهر ونص توقعت في الفريجيدير. أنا عملته قبل رمضان بجمعة، ورمضان كامل ما شاء الله معناه يتعدى عليه. وقعدت لي جست شوية هذيك برا، هذيك ديجا آخر كونتيتي عندي ما شاء الله. كلينا في رمضان اللي شبعنا مصلي على النبي، وحتى بعد رمضان زاد طيبت منه مرة، وهذه آخر هيك كونتيتي عندي. هاو قليتها جست في شوية زيت زيتونة ما شاء الله. تقولش عليا تو عملته. عملت شوية سلايطة خضراء، الروز هذاك شوية الفاكهة واللحم تاعنا بطبيعة الحال. وتو باش نبداو نعملوا في دريساج نتاعنا، باش ناخذوا دي بلاكي من هكاكا باش نحطوا المرلولة. باش ناخذوا هكا صحفة تبدا غارقة شوية تهزلنا معناها كونتيتي باهية محترمة متاع روز. مادام ما عندناش معناها شربة معاها ولا سلطة مقرونة ولا حاجة، دونك نحطوا كونتيتي باهية متاع روز باش الواحد كوميم معناتها يشبع زادا كوميم.
وكهو نحطّوا شوية فاكهة من اللوطة ونحطّوا شوية روز، ولهني نجيو ننزلوا شوية على الروز باش يقعد شادد الفورمة متاع الصحفة متاعنا، باش كي نقلبوه في الصحن يقعد هكا شادد روحه ما يتحلش معناه ما تفرتش الروز متاعنا surtout الروز طيب بالباهي وكعبة، كعبة ماهوش شادد روحه، ساعات تبدا فما روز يبدا معناها مبلبز معناها كل كعبة لاصقة في أختها كيف تحطها حتى كان ما تنزلش عليها الروز ما تنزلش عليه يقعد شاد روحه معناه يبدا مكبش في روحه مادام هذايا طايب وكعبه كعبه لازمنا ننزلوا شويه على في الصحفه باش بعتالي كي نقلبوه يقعد زاده شدد روحه هكاكا وكل كعبه تشد اختها هكا هو هذاك هو نكملوا الدريساج نتاع البلاتو نتاع البلا نتاعنا بالطريقه هذيك في الكونتيتي نتاع الروز وهذيك قلت لكم السلطه الخضراء عملت فيها سفناريا وشويه خس وكعبه طماطم انا حيت لها القلوب نتاعها بطبيعه الحال هذاك كرنب أحمر كرنب أحمر هو موف كولورو راهو إحنا نقولوا له الكرنب الأحمر وفما زادا كرنب الأخضر أنا اليوم حطيت كرنب أحمر كيما قلت لكم شوية سناريا وشوية خس وشوية بصل وفوحت بشوية نعناع وملح وشوية فلفل أكحل وشوية ملح وشوية زيت زيتون بطبيعة الحال وعصرة قارص صغيرة برا وكهو هذيك هي ولهني خفت للسلطة نتاعي تسيب الماء نتاعها وكل والروز يتبلي حطيته في ورقة نتاع ليتو وكهو هذيك هي السليطة الخضراء نتاعنا سهلة أي حاجة راهو تنجموا تحطوا فيها السلطة الخضراء أبار السلطة التونسية نتاعنا نتاع الفقوس والطماطم والبصل وفما شكون يحط فيها التفاح المتفح معناها المستقرس وكل هذيك معناها موجودة السلطة هذيك نتاعنا الأوريجينال نتاعنا ما تزيدش فيها حتى شيء ما يزيدش فيها إضافات لا زيد تنقص فيها هذيك معناها نعرفها معناها نعرفها هذيك لا فيها لا زيادة لا نقصان سلطتنا التونسية العادية أبار السلطة هيك سلايط الكل تنجم تحط فيهم اللي تحب انت يعني تنجم تزيد وتنقص المهم حويجة هيك تبدا فرشكة وخضرة وبنينة وكهو ولحنا هيك كملنا الدريساج نتاع البلا نتاعنا حطينا اللحمات نتاعنا حطينا كعبات البطاطا فما البطاطا شكون ما يحبش يحطها مع اللحم ينجم يقليها راهو على جنب وحدها تبدا هكا زدا مزيانه الكولور نتاعها معناها يحط فيها كعبه كركم وشويه ملح وكل شيء وكهو اني الحق ديما نحب هكا في اللحم نحط كعبه البطاطا انفع وخير معناها تبدا هكا وديجا طايبه بدينا تعمل الكيف وتاخذ الجوب تاع اللحمه وكل شيء هذاك هو وزينا جينا تو لهني فوق سليطه زينا بشويه تن وكعبتين زيتون وهذاك البلا نتاعنا وكعبات البريك الدنوني كما قلت لكم وهذاك البلا نتاعنا ساهل خفيف ما يشدش الوقت ينور الوجه هكا كان عندنا ضياف ولا حاجه عشيه هكا خفيف يعمل الكيف ان شاء الله عجبكم الفيديو وان شاء الله تجربوا الوصفه وعلى بروشين ان شاء الله.